طرق التعلم في الحياه متعدده، وفي اسعار متفاوته لكل طريقه. تاني ممكن اروح اتعلم انا في مدرسه خاصه ادفع فيها فلوس قد كده بس هتساعدني بشكل معين، وممكن اروح اتعلم في مدرسه حكومه هتعلمني وهتطور في شخصيتي حاجات بشكل معين، وكل حاجه كل اختيار له البروس اند كونز او له المزايا والعيوب. فمن ضمن التجارب بتاعه البيزنس والتجارب الحياتيه انا ممكن طول الوقت اتعلم بالترايل اند ايرور. اللي هو ايه ترايل اند ايرور؟ تاني التجربه والخطا. ان انا مقتنع بفكره معينه وعايز اروح اجرب، ماشي، ده تكلفته ايه؟ تكلفته وقت وفلوس، لان هروح اجرب، وشويه مشاعر مش لطيفه، فرستريشن، لانه بيحصل ان انا لما اروح مقتنع بحاجه واروح اجربها وتلبس في الحيط، بحس ان انا كده اللي هو يعني انا كنتش فاهم، يعني انا اخترت غلط. واحنا ما تربناش على فكره ان انا اختار، ما تختار غلط، ايه المشكله؟ لكن مهم انه فكره الترايل اند ايرور مكلفه وبتكلف وقت. طيب ده اوبشن مش غلط، بس لو انا طول حياتي بتعلم بنفس الطريقه في حاجه غلط. ما تعمل ميكس. طب ايه طرق تانية؟ الطرق التانية اللي انا بالنسبه لي هنا هقول وصفه سحريه من 3 خطوات، اتمنى ان افتكرهم معاكم دلوقتي عشان السن بس اول حاجه سيك كلاريتي، زي ما قلت الهابت او العاده بتاعت العظماء في هذه الحياه. سيك كلاريتي، ان خلي عندك وضوح انت عايز تعمل ايه من البيزنس ده، ايه الفكره، عايز تعمل بيها ايه، وعايز منها ايه، و عرفت الدنيا وضحت قدامك. 1 2 بص بقى، دي اسرع طريق للعظمه. اقف فوق كتف العمالقه. دايما يقولوا كده في البيزنس انه stand over giants shoulder. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش لازم تروح تخترع العجله. الحياه اللي احنا فيها دي النهارده اي حد فينا بيحلم بحاجه يعملها، في اوريدي كائنات حيه قبلك عملتها ونجحت فيها نجاح خزعبلي. ما تروح يا عم اقف على كتف الشخص ده وكمل من وراه، ما تخترعش من الاول خالص. يعني ايه اقف على كتفه؟ يعني حضرتك روح خد معاه كورس، اعمل معاه استشارات، سيبك من الكلام ده خالص. لو مؤلف كتب روح اقرا الكتب بتاعته، روح اتفرج له على فيديوهات مجانيه على اليوتيوب وتعلم هو بيفكر ازاي. خد العلم بتاع الشخص الجاينت ده، العملاق ده. اللي هو ايه العملاق ده؟ حد من الاخر، حد وصل للنتيجه اللي انت عايز توصل لها. بمعنى تاني بحب اقوله دايما، حد حلمك بالنسبه ليه واقع هو عايشه. انت بتحلم حلم، هذا الجاينت هذا العملاق هو عملاق في حته على فكره، هتلاقيه يعني كتكوت في حته ثانيه. كل الناس كده، عشان كده فكره التكامل وكلنا محتاجين بعض. بس هذا العملاق في الحته اللي انت عايزها وهي حلمك، هو بالنسبه له واقع هو عايشه. شوف بقى هذا الشخص مين واعمل اللي على انك تعرف تروح تاخد معلومات من الشخص ده. كتب، خد معاه كورس، لو قادر تستثمر معاه خد معاه كوتشنج، قادر تستثمر اكتر اعمل معاه منتورنج، خليه يبقى قاعد معاك ومركز معاك في الحاجه عشان يسرع لك الدنيا. مش قادر روح تابعه على السوشيال ميديا وركز معاه، ما تقعدش تركز مع 60,000 واحد، ركز معاه عشان انت محتاج منهجيه واحده تمشي عليها مش 60,000 منهجيه. يبقى 1 خلي عندك وضوح، سيك كلاريتي، انت عايز ايه وتفاصيله وابعاده وهكذا. 2 اقف على كتف العمالقه. 3 تواضع لله. خليك عارف انه قلبك ما ينفعش يتعلق باي مخلوق او اي نتيجه. ما ينفعش تتعلق قلبك بعملاق عشان هو وصل وحقق الحلم. دور العملاق ده في حياتك انه يبقى جايد، يشاور لك على الطريق اللي نفعه هو ومشيه هو. لكن خليك متاكد ان انت ليك طريق. ممكن تمشي على 70 80% من خطوات هذا العملاق، بس عندك 20% بتاعتك. فمحتاج تكون عندك كده ايه، علاقه حلوه مع ربنا، انك طول الوقت تطلب منه الدعم. انه يا رب انا مشيت اهو، عملت الاسباب، انا مشيت ورا اللي عنده علم. مش انت قلت لي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون؟ انا رحت ورا اللي عنده ذكر. فانا بسعى وباخد بالاسباب، بس خليك معايا. يعني لو ما ظبطتش وجهني، اهديني، قول لي هي الصح بتاعها ايه، الصح بتاعها اللي يليق عليا. عشان كده تاني مفيش حد استنساخ 100% من حد تاني. اوكي؟